يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن شاء الله رأينا طلابنا في العام الدراسي الجديد. هذه الخطبة تعالج هذا الموقف تماما. كل واحد الآن أولاده إلا ما رحم ربي ذهبوا إلى المدارس. أولا أيها الإخوة، لابد أن نبين حقيقة الأولاد، ولماذا رزقنا الله عز وجل هؤلاء الأولاد. ليه؟ لو سألت إنسانا يريد أن يتزوج، لماذا تتزوج؟ أي واحد كده اسأله سؤال، أنت بتتزوج ليه؟ بعض الناس يقول لك من أجل الجمال، من أجل الشهوة، من أجل يبقى لي أولاد. ما فيش النية الصحيحة للإنجاب. سيدنا عمر عالج هذا الموقف فقال إيه؟ إني لأكره نفسي على الجماع. هو مش عايز يجامع، بس بيكره نفسه على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلب نسمة توحده. نسمة توحده، أنت تنجب الولد ليوحد من؟ الله، ليوحد الله. هذا الغاية من إنجاب الأولاد. ولذلك أمرك الشارع باختيار الزوجة. أنت اللي هتجني الثمار، أنا بصحح مفاهيم فقط، وأنت تجني الثمار أيها الإنسان. أمرك الإسلام أن تختار الزوجة وتختار الزوج. ليه؟ لتؤسس بيتا قائم على شرع الله، بيت فيه توحيد، بيت فيه طاعة لله ولرسوله. هذا البيت، احنا بيوتنا دلوقتي، وتأمل في إنفاق الأموال على الأولاد. كل واحد الآن يسعى لينفق على أولاده، ولكن فكر كيف تنفق وعلى من؟ أنا هأبين لك الآن. فهذا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يختار الزوجة ويختار الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عليك أن تختار صاحبة الدين، ذات الدين، التي تهتم بتربية الأولاد. إن الزوجة الصالحة هي التي تهتم بتربية الأولاد. إذا أنجب ولدا أو بنتا، هذه المرأة تقوم على تربيته وإصلاحه، تلقنه التوحيد، تلقنه العبادة. ولذلك كثير من الناس الآن ينجب أولادا فقط. تجد الأولاد شياطين، وأصبحنا نرى الكذب والسب في الأولاد. تبقى قاعد في البيت وتجد الولد يسب بالدين. ابن من هذا؟ يسب الدين. ولد طفل يسب الدين. أين نحن؟ ولذلك أخي المسلم، فكر قبل أن تندم. استمع إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا. أهو أنتم وأنا كلنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل ان انت ترى ابنك في النار وهو يحرق في النار. كلكم راع اهو وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤول عن رعيتها. فيا عبد الله تفكر الآن ابنك داخل المدرسة كيف يتعلم، وكيف تعلم ولدك، وكيف تأخذ الطفل إلى بر السلام. ولذلك عليك أن تختار أول حاجة الزوجة. أنا أسألك الآن سؤالا، هل فكرت وانت ذاهب للزواج إن المرأة دي بتصلي ولا لا؟ فكرت كده في الحتة ديت؟ قلت سألت كده ولي الزوجة هي بتصلي ولا لا؟ سؤال، هل فكرت في الزوجة هل يصلي أم لا؟ والله يا أخواني حاجة يعني يندى لها القلب. كون إنسان ما يسألش عن إيه امرأة لا تصلي، حاجة مسألة يندى لها القلب. لأن المرأة إذا لم تكن تصلي أنت بتختار واحدة إيه؟ ولذلك عند كثير من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ده قول النبي مش قولي. تخيل انت زي تخطب واحدة، هل سألت عن دينها؟ هل سألت عنها في أي حاجة؟ لا، ده جميلة، ده عندها مال، ده ممرضة. كل ده اللي بيحصل الأيام دي. يتزوج ممرضة لو هي عندها إيه، حتى لو هي وحشة جدا بتجيب مال، بتجيب أموال، بتدخل في الأسرة أموال. هو المال ده بديل الدين ولا أي حاجة بديل الدين؟ الدين ليس له بديل. إذا فقد الإنسان دينه فقد فقد كل شيء. والله يا إخواني إذا فقد الإنسان دينه فقد فقد كل شيء. إذا مات هيروح فين؟ إلى أين؟ إلى ربك المنتهى. هتسأل الدنيا نفعتك؟ أنا عايز بس نصحح المفاهيم قبل الموت. إحنا في خطر. وعليك يا عبد الله أن تختار الرجل المؤمن الصالح اللي بيصلي الفجر، الرجل الذي إذا تزوج ابنتك لا يظلمها أبدا، رجل صالح. قال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. ده ربنا اللي بيأمرنا، خالق الخلق يعلم كل شيء، أمرنا بأن نختار الرجل الصالح ليتزوج البنت. طب احنا بنزوج ايه؟ وتلاقي مشاكل وطلاق وسب والبيوت بقت نار. ماذا نفعل يا عباد الله؟ والله نحن في خطر شديد والموت على الرقاب ولا ينفعنا إلا الله. فحافظ على دين الله. ولذلك عليك أن تختار. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وده اللي حصل، فتنة وفساد. وما تدورش على الأموال. الرسول عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بما معه من القرآن، قرآن كريم، ما فيش بأموال خالص. يعني تخيل، قال له: هل معك صداق؟ قال: لا يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: والله لا أجد يا رسول الله. قال: كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكما بما معك من القرآن تزوجها. هي هتضيع. الأرزاق بيد من؟ بيد الله. عمرها ما هتضيع، لأن الراجل بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مؤمن تقي. وتخيل كم فاطمة بنت النبي تزوجت بإيه؟ زواجها إيه؟ درع.
درع كان في القتال لعلي بن أبي طالب تزوجها بدرع. كل هذا الزواج لأن إيه؟ إذا بنينا الأسرة على الإيمان والعمل الصالح أسسنا بيتا جميلا عظيما. ولذلك سيدنا عمر قال إيه؟ نسمة توحد الله. يعني أنا عايز ولد أراه يقول لا إله إلا الله، لا معبود سواه، لا رب غيره سبحانه، عنده توحيد يعبد الله. ده اللي أراده عمر. وإحنا كذلك نريد، عندنا أطفال كتير وأصبحنا ننجب أطفالا، ولكن فين؟ أنت تعلم يا عبد الله إن الطفل بيطلع إيه؟ مش صالح ليه؟ هقول لك حاجة حلوة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة يعني وأراد أن يجامع الزوجة، يجامعها عشان ينجب طفل، يقول إيه؟ شوف تخيل هذا الذكر وهذا الدعاء اللي احنا كثير منا ناس هذا الذكر، يقول إيه؟ اللهم جنبنا الشيطان، وهو عند الجماع بيجامع، يعني بيجامع زوجته الآن. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا رب. انت عارف لو قدر بينهما مولود هذا المولود يكون صالح. اهي دي بقى أس الفرس اللي احنا بنقول عليه، دي اللي أنجبت الأطفال. كثير من الناس ما بيقولش الدعاء ده، مش حافظه، وسهل جدا. اللهم جنبنا الشيطان صعب، وجنب الشيطان ما رزقتنا صعب علينا، لأننا اعتبرنا ذكر الله في الهوى. انت عارف لو الانسان ما قالش الذكر ده ايه اللي يحصل؟ الشيطان بيجامع معاه. الشيطان يجامع الزوجة معاك عشان انت ما تعرفش حاجة عن دين الله. لو تعلمنا العلم الشرعي وعلمنا ماذا نقول لحلت المشاكل. نحن مش عارفين، يعني مسائل ما بنتطنش لها ولا نعطيها اي شيء من الفتنة. يعني الإنسان إذا جامع الزوجة وقال هذا الدعاء كان الجنين اللي في البطن يولد صالح، بنت أم ولد. إنما دلوقتي ترى الشباب والأطفال في الجامعات معاكسات، وأخذوا المدارس كأنها يعني حاجة جاءت من فوق، وكل ذاهب إلى المدارس لا نية ولا يعلم شيئا وكذا. تعالى هنا بقى، إذا أنجب المولود إيه اللي بيحصل؟ حتى الإسلام يا إخواني حافظ على الجنين في بطن أمه وجعل له أحكاما شرعية. يعني الإنسان لو جامع الزوجة وحملت، الإسلام يقول لك الزوجة إذا حملت ربنا يضع عنها الصلاة، يضع عنها الصيام. يعني إذا كانت حامل وهي تخاف على جنينها أو على نفسها، فهنا يسقط عنها الصلاة وتقضي من أيام أخرى عشان يحافظ على الجنين. يقول لك إياك إن أنت تعمل حاجة في الجنين. فالجنين حتى المرأة التي تزني وهي حامل، يعني زنت من الحمل، تم الزنا من الحمل، يعني هذه المرأة لا يقام عليها الحد. ليه؟ حفاظا على الجنين، يعني عايز يحافظ على الجنين، مش عايز يقتل الجنين في البطن. وذنبه ايه؟ فحافظ على المرأة وهي حامل من الزنا. حتى إن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته إذا كانت حامل حتى لو طلقها، وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. دي حفاظا على الجنين، عايز يحافظ على الجنين في بطن أمه. ولذلك أمر المسلمين باختيار الأسماء، لم يترك الأمر هكذا. يعني أمرك أن تختار الاسم، لأننا سننادى يوم القيامة بأسمائنا وأسماء آبائنا. شفت لما واحد يسمي ابنه كذا وبنته كذا؟ يا أخي خير الأسماء كما قال النبي عبد الله وعبد الرحمن. هي دي أسماء وحشة؟ ريح إلى أسماء الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، دولت اللي هينفعوك يوم القيامة. سمي ولدك أسماء الأنبياء،
سمي صالحا، هودا، إسحاق، يعقوب، أسماء الأنبياء. سمي عبد الله، عبد الرحمن، أسماء الصحابة، معاذ، أبو عبيدة، أسماء كلها جميلة. وسمي ابنتك عائشة، فاطمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، لأن لكل واحد من اسمه نصيب. يعني كان يغير الاسم، يقول أنت اسمك إيه؟ واحدة بتقول له أنا اسمي عاصية، قال لا بل أنت جميلة. بتقول له أنا اسمي عاصية، قال لها لا أنت جميلة. غير. أنت بتختار أسماء إيه؟ ما بقاش عارف ينطق الاسم وبيقول لك إيه ده في المسلسل الفلاني. سمع الاسم في المسلسل وعايز يسمي إيه ابنه وابنتي ليه. والمرأة مش عارف، المرأة فلاحة قحط، ما تعرفش تتكلم وتسمي اسم، ما تعرفش تنادي على بنتها ولا ابنها بهذا الاسم. شفت حال المسلمين؟ حال أصبحنا الآن نعاني من كل هذا. الغرب الكافر اللي بيعبد الدنيا أصبحنا نقلده في كل شيء. أنت عارف في الصين إيه؟ الصين اللي هي العمل هو الإله بتاعها. العمل هو الإله، ما عندهمش دار آخرة. يعني يعمل ساعات للدنيا للإله بتاعه ثم يموت، ملوش دار آخرة. دول اللي احنا بنقتضي بيهم ونقول ايه ده أمريكي، ده كذا كذا. وهؤلاء أسوأ الناس، ليس لهم إله. احنا عمالين ايه؟ نركض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب حرق، لو دخلوا جحر ضب دخلتم خلفه. قالوا اليهود والنصارى، رسول قال ومن الناس؟ اليهود والنصارى. فلذلك يا إخواني إحنا بنعاني. فإذا خلي بالك بقى الاهتمام بالطفل، فإذا أنت سميته تسمية صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اسم إبراهيم، كان يحب اسمه، لأن سمى ابنه إبراهيم وسمى ابن أبي موسى الأشعري إبراهيم. أسماء حلوة تنادي كده، تجد الولد له من اسم نصيب. يعني إيه؟ يعبد الله باسمه. اوعى تفكر إيه إنما تسميه كذا وكذا، دي أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحنا نعاني الآن. ثم بعد ذلك يا أخي يوم السابع، هل فكرت بما شرع الله؟ في شرع يحكمك. الشرع قال لك إيه؟ قال لك عق، لو معاك مال عق على الولد، اجعل إيه؟ عقيقة. كل غلام مرهون بعقيقته، يعني الغلام مرهون بعقيقته. انت تروح تشتري بقى اللي هو اللي بيوزعوه ده ويعملوا شمع ونصف الشمع. مين اللي قال كده يا جماعة؟ من أين أتينا بهذه الأشياء؟ من عند النصارى بيعملوا كده. احنا ديننا لا، عق وسمي في اليوم السابع، سميه في اليوم السابع. ولذلك أنت مطالب في اليوم السابع بأشياء، أن تعق على الولد وأن تسميه، وأن تقطع له حاجات إيه؟ الطهارة يعني أنت مطالب. ثم تنشئ الولد على التوحيد، تعلمه التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، وكان غلاما يركب خلف النبي. ابن عباس صبي 7-8 سنين، بيقول له ايه؟ والله يا اخواني الكلمات اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يعجز كل عقل امام الكلمات دي. اي واحد فينا لو اوتي من العلم يعجز. كيف علمها لابن عباس؟ قال له ايه؟ يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. شوف بيعلم الواد ايه؟ احفظ حدود الله، احفظ الصلاة وشرع الله، اعمل بشرع الله يحفظك الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله معك في أي مشكلة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه الذي يرى بها، ويده التي يبطش بها. ربنا معاك. وإذا سألت فاسأل إيه؟ فاسأل الله. فاسأل الله الذي خلقك، لا تسأل البدوي ولا الدسوقي ولا كل أصحاب الأضرحة.
عباد موتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. انت ليه ما بتعلمش الواد عقيدة التوحيد؟ ثم مشكلة بقى تانية يا إخواني، إن الواد يروح المدرسة، وإحنا نعلم إن المدارس كل واحد بيروح على 7 سنين. يعني المدرسة بتقبل الواحد على 7 سنين. أعظم مشكلة إن ابنك يذهب إلى المدرسة وهو لا يصلي. لا يصلي. ماذا قال حبيبك؟ مش أنت بتحب النبي؟ كلنا بنحب النبي ولا لا؟ كلنا بنحب النبي. قال لك إيه؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. مين اللي قال لي وقال لك؟ ها؟ مروا أولادكم بالصلاة، علموهم الصلاة وهم أبناء 7. اقعد مع ابنك عرفه قراءة الفاتحة. هتركع ازاي يا ابني؟ سبحان ربي العظيم. وهتقوم ايه؟ علمه. دي اللي بتحفظه. الصلاة دي الحافظة له. ولذلك كثير من الناس ما بيهتمش بالنقطة دي. يذهب إلى المدرسة وممكن يكون في الجامعة وما بيصليش. في الجامعة. لأن الواد كان عجينة في إيدك. عجينة. شفت الواد وهو صغير عجينة. تشكلها كيف تشاء. يعني العجينة تعملها كده هتيجي معاك. إنما لما سبته كبر هتعمل فيه إيه؟ ده كبر. بقى يعني شيء عصيب عليك إن أنت تشكله. وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني أنت ابنك بيشوفك بتصلي هيصلي. ابنك بيشوفك قاعد أمام التلفاز. والله يا إخواني كنت في مكان سمعت سب دين جامد. واحد بيسب بالدين يعني. فتعجبت، إيه ده يا جماعة؟ قالوا ده الراجل ده بيسب الدين اللي لعب الكرة اللي ما إيه اللي ما دخلش جون في الشبكة. بيسب الدين بتاع الراجل ده. بيسب الدين للرجل اللي لاعب الكرة اللي ما دخلش الجون في الشبكة. بيسب الدين. أنا عايزك بقى تخيل لو أن ابنه بجواره، الابن ده هيعمل إيه؟ مش هيسب الدين؟ بالله عليك كده. ما هو الواد قاعد إيه؟ يشرب منك. اوعى تفكر ان الواد ده ايه؟ غافل. ده ولد ناصح يقبل كل شيء. عارفك بتعمل ايه؟ قاعد الاذان يقول الله اكبر وانت قاعد في البيت يقعد ريحك. يا جماعه افيقوا من غفلتكم، والله نحن في غفله. ابنك قاعد يقلدك حتى في ترك الصلاه في كل شيء. ليه تعمل كده؟ ألم تعلم أنك ستقف بين يدي الله وتسأل عن ولدك وعن نفسك؟ أنت نسيت الحتة ديت؟ يا أخي فكر في كل عمل تعمله. أنت ليك أولاد. الأولاد بيشربوا منك. الأولاد بياخدوا عنك. بيقلدوك في كل مسألة. فينبغي عليك أن تكون في مقام القدوة وفي مقام الأسوة. شفت لقمان بيقول لابنه إيه؟ أول تعليم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعلم ابنه كيف يوحد ربه. أهو ابنه. ثم يوصيه ببر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه. ثم ينتقل إلى أهم مسألة: يا بني أقم الصلاة. أقم الصلاة يا بني. المرأة الآن ما تعرفش حاجة عن كده. لا تعرف خمار ولا تعرف زي شرعي، والبنت تقلد. نعمل ايه؟ هندعو إلى الله كيف؟ الدنيا خلاص. الدنيا اسودت في الوجوه. ليه؟ أصبحنا نعاني. ليه؟ لأننا تركنا دين الله ونسينا الجنة وما أعده الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخي المسلم، ينبغي عليك يا عبد الله أن تفكر في هذه المسألة. إذا لم تكن عندك علم تعلم الولد قبل دخول المدارس وتبدأ
مع ابنك يعني عليك أن تأتي له معلم. احنا بنجيب المعلم الآن البيت ونديله ايه أموال باهظة عشان يعلم الواد إنجليزي، صح ولا لا؟ مش بيعلم الأولاد الإنجليزي والفرنساوي ويجي البيت والرياضات والحاجات دي تعليم. طب ايه انت ما معكش، ما عندكش القدرة على تعليم الولد إيه؟ يعني عليك أن تأتي بواحد يعلمه الدين، يعلمه كيف يعبد ربه. وخلي بالك دراسة بدون دين باطلة، كله هيذهب. يعني واحد دلوقتي بقى دكتور، وهذه الحكاية حصلت يعني في كفر الشيخ، ان واحد جاي من القاهرة معه شهادة الدكتوراه، يعني دكتور 100%. هذا الولد كان لا يصلي أبدا. ليه؟ أمه وأبوه يقولوا له يا ابني خليك على الكتاب طول الليل والنهار. الواد فاز في الدنيا، فاز. فذهب إلى بيته ووضع إيه رأسه كده فمات. ده هيعمل له إيه؟ هياخد إيه؟ مات. أخذ الدكتوراه ومات. الدكتوراه هتنفعه؟ إحنا فين يا جماعة؟ الدين اللي خلقك الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. إحنا عايزين الدين. علم ولدك قبل ما يطلع يصلي الفجر، خد ابنك معاك في صلاة الفجر، وعلم ولدك ذكر الله. ده اللي بيحفظ. انت تعلم ان الواحد محفوظ ليه؟ ربنا بيحفظه لحفظ الدين. يعني العلماء بيقول لك اصحاب ايه الكهف، الصبية يعني الغلمان بتوع ايه اهل الكهف، انهم فتية شباب، كيف حفظهم الله في الكهف. خلي بالك ربنا كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه؟ حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. والأطباء بيقول لك قرحة الفراش ديت، يعني في قرحة في الإيه؟ لو الواحد تاني نايم على الفراش بتحصل له قرحة. فربنا بقدرته حفظ هؤلاء الصبية ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، عشان الأرض إيه؟ ما تاكلش إيه؟ أجسادهم. صح؟ عشان الأرض ما تاكلش أجسادهم. احفظ الله إيه؟ يحفظك. والله الآن في ناس يعني كانت مريضة وبها أمراض خطيرة تذهب وتدعو الله فتشفى بإذن الله. يعني واحدة كانت مشلولة وذهبت إلى الحرم المكي ورأت الكعبة ودعت الله وبكت، والله قامت جري تمشي، كانت مشلولة. احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، شوف العقيدة، عقيدة الطفل تخلي الولد قلبه كالحديد، ما حدش يقدر يضره إلا من، ولا ينفعه إلا من، إلا الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء كتبه الله لك، ولا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني ده حاجة منتهية في قضاء الله وقدره. عد إلى بيتك واعمل لك بقى خريطة لأولادك، وابدأ بنفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا. ابدأ عشان الواد يقتدي بك أنت. يلا يا ابن العصر ابدأ تعالى نصلي، المغرب ابدأ تعالى نصلي، وذاكر. ذاكر يا حبيبي، ولا تتعرض في المدرسة لأي أخلاق سيئة. وربنا أمرك أن تحب زميلك، أحب زميلك وأحب الناس جميعا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أحب الأطفال، لو معك طعام اديلهم، ويعني احنوا عليهم، وكن كن أخلاقك يضرب بك المثل في المدرسة، ويجعل الجميع يمشي خلفك بسبب أخلاقك العالية. ما احنا عايزين أولادنا يكونوا قدوة، أولادنا يكونوا قدوة لغيرهم. ولذلك رأى سيدنا إبراهيم ما طلبش من ربنا الولد بس، لا ده قال له إيه؟
رب هب لي من الصالحين. ما تجيبليش الا ولد صالح بس. وربنا قال لنوح ايه؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. الواد اللي عق اباه وقال له يا بني اركب معنا، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هل فكرت في سيدنا إسماعيل لما حنى جبهته كده وقال يا أبت افعل ما تؤمر؟ شفت البر؟ لأنه تعلم البر من أبيه إبراهيم، لأن إبراهيم كان أمة. الأولاد إياك أن تترك الولد حتى يفجر. الناس الآن بتدفع عايزة تاخد أولادها لأنهم شربوا الخمور والبنج والشم والفساد بسبب تركك أنت، وستسأل عن ذلك. لما تركت ابنك راح شرب خمور وبنجو. احنا الآن في زمن الفتن، والشباب الآن ما بيسووش حد، بياخدوهم. فاتق الله في أولادك، أولاد اللي انت بتنفق عليهم الأموال، وهتسأل عنها يوم القيامة. والله ستسأل عن كل مليم أنفقت على الأولاد. لازم تربي الأولاد التربية الحسنة والطيبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في صفات عباد الله، عباد الرحمن قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني يا رب أنظر إليه كده أراه حاجة بيعبدك وحدك يا رب. أنت حين ترى ابنك إمام يصلي بالناس بتكون السعادة تغمر كل قلب. أما تشوف ابنك هو إمام، لأن أفضل حاجة في الكون الدعوة والإمامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الناس اللي أخذتهم الدنيا وشغلتهم عن الدعوة والعلم، كل ده هتذوق طعمه، وإذا مت لا تذكر ولا أحد يذكرك، لأنك تركت العلم وتركت الدعوة إلى الله. فمن جديد يا إخواني صححوا المفاهيم، وهذا الموضوع كبير وله بقية. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأقم الصلاة.